اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا جميعا الصلاة. اللهم وفقنا لأدائها في الوقت مع الجماعة في بيوت الله. اللهم ارزقنا الإخلاص والخشوع وتقبل منا يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، نعود لنواصل هذا اللقاء المبارك، واللحظة نتحول من طنجة إلى أسفي مع لاله خديجة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. لاله خديجة من أسفي، مرحبا بك لاله. السلام دكتور، كي داير؟ لاباس عليك؟ حياك الله لاله. انا سيدي بغيتك تدعي لي مع الزوج ديالي. يا ربي يا كريم. بغيت تدعي لي مع الزوج ديالي يفرج عليه الله. اش وقع لي لاله خديجة؟ وجدوه في السجن. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجازيك بخير. لا إله إلا الله. يا رب. والله عمره دار عزلك في هذا الشيء، هو مشدود وما عندنا باش ندافع عليه لا والو. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفوت واحد اليوم بغا يسلفنا. الله يفرج عليه يا رب. قال لي هذا الامل باش نعيط لك الدعاء معاه. يا رب يا كريم يا رب. الله كبير. بشحال حكموا عليه لاله خديجة؟ باقي حكموا عليه بعام وباقي الحكم الاخر وباقي سنين. ما شاء الله ما شاء الله. بغيتك تدعي لي مع الله يجازيك بخير يا ربي الله يفرج عليه يا رب. امين يا ربي الله يفرج عليه. عندي وليد صغير عنده 5 سنين كيبكي وما صابرش عليه، ولا يلوح الكيسان هربسون ونقول لك جيب لي بابا. الله اكبر. الله يجازيك بخير. لاله خديجة، وكيفاش كتعيشوا حاليا ملي هو ما كاينش معكم ماديا؟ ما نقولش لك مدمرين، وهو يبكي تما هو تائب يبكي، قال لك انا طلقت وانا ندمت وبغيت نخرج ونعيش مع ولدي. ما شاء الله. شعر بالندم، شعر بالندم من داكشي اللي وقع. ندم بزاف والله العظيم، ندم بزاف. لا اله الا الله. وعضلك في هذا الشيء، هو ماشي تاع داك الشيء اصلا. الخطأ كيوقع في الانسان ولا اله الا الله. الله يفرج عليه يا رب يا كريم. الله يفرج عليه لاله خديجة يا ربي. وهذا الأذان ديال العشاء والمؤمنون والمؤمنات يلا أدوا صلاة العشاء، ومنهم من لا يزال يصلي. أسأل الله الكريم في هذه الساعة المباركة أن يفرج عنه. اللهم فرج عنه الهم. اللهم يا ربي فك أسره. اللهم يا ربي اجعل له من لدنك خيرا عظيما يا رب يا كريم. وإن شاء الله غادي يكون خير بإذن الله للخديجة بإذن الله في القريب العاجل. ومع احنا على أبواب عيد العرش السعيد، وفي هذه المناسبة أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه يصدر تعليمته السامية بالإعفاء على عدد كبير من السجناء، خصوصا اللي عندهم سيرة حسنة، فيطلب الله تعالى أنه يكون من ضمن المحظوظين الذين يشملهم العفو الملكي السامي. وأحسن طريقة باش ينال هذا الحظ، قولي لي لاله خديجة، قولي لي بأن هذه الأيام يكثر من الدعاء ومن السجود، وأن يتوسل إلى الله بكلامه. يقرأ سورة يوسف عليه السلام. السجين إذا كان وراء القضبان، سواء كان بريء أو كان فعلا ثبتت عليه الجريمة، ولكن شعر بالندم وبغى ربي عز وجل يفك أسره. العلماء الصالحون يقول لك يتوسل إلى الله بكلامه، وأعظم كلام في هذا الموضوع هو سورة يوسف. يقرأ فيه ودخل معه السجن فتيان، يقرأ من هذا المقطع ديال السجن في سورة يوسف، ويتوسل إلى الله بأن يفرج عنه، وإن شاء الله تعالى الفرج يكون قريب بإذن الله. الله يفرج عليه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وبغينا واحد الإشارة أيها الأحبة المستمعون. واحد السيدة فاضلة اتصلت، عندها واحد الابن كتقول اسمه عبد الإله، عنده حوالي 29 سنة، وعنده وليد صغير، وخرج يخدم، وغادي في المنطقة ديال الغابة الخضراء في سيدي عثمان بالدار البيضاء. غادي هو الصديق ديالو، وجات واحد السيارة غادية بسرعة جنونية فدهسته، ثم فرت السيارة وسقط هذا الأخ سريعا فوق الأرض ومات. عنده وليد واحد. كتصل الزوجة ديالو كتقول لك هذه الواقعة وقعت بعد رمضان ب3 أيام، 3 أيام ديال العيد. وقعت هذه الواقعة في منطقة سيدي عثمان
حدا الغابه الخضراء بالدار البيضاء. وملي مات السيد دفن، وبقات الام في وضعيه صعبه، ووليده الصغير والزوجه ديالو، واللي ضربوا وهرب ما خلى حتى شي اثار. فهي كتطالب وكتناشد ذاك الانسان اللي ضربه الا كان ممكن انه من خلال الاذاعه وكان كيسمع. قالت لك دابا حنا ضعنا في هذا الشاب اللي توفى، وضعوا حتى في انه ما عندوش ما ياكلوا، لان هذا الشاب كان طالب معاشه، كيخرج يخدم وكيجيب البركه لوليداته. لو ان هذا السيد ربما ظهر، كان على الاقل موضوع ديال التامين يستفد منه العائله. لاسيغونس هو الصندوق قائم، والمنخرطين فيه راهم منخرطين، فلماذا نضيع هذه العائله؟ وبقت الزوجه ديالو بقى شابه صغيره، اصبحت ارمله، والابن ديالو يلا عنده سنه. كتقول كنداء لهذا الانسان اللي دار حادث سير مميته وفر دون ان يراه احد، على مستوى الغابه الخضراء بسيدي عثمان بالدار البيضاء يوم ثالث العيد. راه العائله اللي توفى لها ذاك الشاب راهم في وضعيه كئيبه جدا. الشاب راه مات موته في اللحظه ودفن، وبقات الزوجه ارمله والابن يتيم، وكينتظروا من هذا السيد اللي ضربوا يستيقظ الضمير ديالو، وعلى الاقل يديروا اجراءات ديال الاستفاده من التامين. هذه امانه بلغتها. اسال الله تعالى ان يرحم المرحوم وان ياخذ بيد العائله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نتحولوا من اسفي الى سيدي قاسم مع اخينا عبد الهادي. كي داير عمي الحاج؟ الله يبارك فيك مولاي. لاباس عليك؟ الحمد لله خويا. عمي الحاج كنتوحش كهضر البرنامج، بغيت نتبعك من كتبدا تسالي. الله يجازيك بألف خير. عمي الحاج داعنا الله يرحم لك الوالدين وهاد الليلات الجمعة. يا أكرم الأكرمين يا رب. عمي الحاج باغي على سنة الله ورسوله. هي إن شاء الله. صالحة. علاش لا علاش لا، الله يرضى عبد الهادي، ما طلبتي غير الموجود. هو عمي الحاج واحد الناس تنتخيلهم وتيأذن عليهم الأذان. هي كيفاش؟ تنفكر واحد الناس تنجبد من الحديد ديالهم. اييه. والأذان تيأذن عليهم. هذاك الكلام الذي يذكر ثم يرفع الأذان يكون كلام حق، ودوك الناس اللي تذكروا وقت الأذان راه كيكونوا إن شاء الله ناس مباركين. هو عمي الحاج بغيت نسولك واحد السؤال. نعم خويا. عندي واحد المبلغ ديال المال. اييه. وكتخرج عليه هذاك المال تنحسبه وتخرجوه بالوقت ديالو، واش داير ولا لا؟ نعم. إذا كان في منفعة هو الصدقة. نعطيها للناس أخي. نعم، الصدقة كتكون في كل وقت وحين، والزكاة كتكون بعد مرور الحول، لابد من مرور الحول، يعني عام بكامله. لكن إذا الإنسان شاف شي ناس محتاجين وبغى يسبق الزكاة قبل وقتها له ذلك، لأن كلها إحسان وكلها عطاء وكلها إكرام، فهو مقبول بإذن الله. مقبول عمي الحاج بإذن الله تعالى. وعمي الحاج دائما يلا يرحمك الوالدين. يا رب سيدي عبد الهادي، الله يجيب لك شي زوجة تكون صالحة. والوالد الله يرحمه فيك ديال الجمعة. لا اله الا الله، الله يرحمه ويوسع عليه الرحمات. مع الدراري الصغار وكبار، ربي يا ربي تقبل منا. اللهم امين السي عبد الهادي، اللهم امين اخويا. وقلت لك عمي الحاج ثاني خطره تقدم للزواج وما تيسهلش الله. المكتب اخويا عبد الهادي، علاش السي عبد الهادي اش وقع لك في الزواج ملي تخطب؟ اشنو هو العيب اللي طلع في هذه العلاقه؟ اش وقع؟ وعمي الحاج شي ناس مشيت عندهم كيما وجهك وقال لك بقاو منك الدريه، ما بقاو من قال هذا وكحس الله. ما مكتبش السي عبد الهادي، ما تقلق ما تحزن ما والو. وداك الناس دابا ساكن تنتذكرهم تيأذن عليهم الأذان. غادي يكونوا ناس صالحين باذن الله، كيود الاذان. هما داك الشيء اللي قسم الله. الزواج اخويا عبد الهادي ما تقلقش، هي الزواج راه مكتوب قضاء وقدر. لو كان ديك البنت مكتوبه في السجل ديالك كانوا ديك العائله غادي يفتحوا الابواب ويفتحوا القلوب، يقول لك الف الف مرحبا. لكن مادام ان ديك البنت ما مكتوباش لك انت، مكتوبه في الصحيفه لشخص اخر، راه كتوقع العراقيل. وهذه الكلام ليس لك فقط اخويا عبد الهادي، بل لجميع المستمعين اللي هما عندهم مشكل مع الزواج. راه قضيه محسومه، راه مكتوب في السجل المحفوظ بان فلان لفلانه وفلانه لفلان.
فإذا هم فلان أن يتزوج بفلانة، الملائكة المطلعة على اللوح المحفوظ تضرب بأجنحتها وتتصايح وتقول: ما بال فلان يريد أن ينكح زوجة فلان، وما بال فلانة تريد أن تنكح زوج فلانة. وتظل تلك الملائكة تضرب بالأجنحة وتتصايح حتى ينفض ذلك الجمع. الملائكة عندها واحد السجل، هذاك السجل اللي فيه القدر الإلهي مكتوب، كل حاجة مكتوبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كل شيء مكتوب. فملي كتشوف السجل ديال الزواج كتلقى بأن السي عبد الهادي جاب يخطب واحد الإنسانة، ولكن ديك الإنسانة راه مكتوبة في السجل أنها من نصيب إنسان آخر اسمه أحمد أو مصطفى. كتقول الملائكة: كيفاش هذا القدر غيتنفذ الآن؟ ما يمكنش، هاد فلانة مكتوبة لشخص آخر، والسي عبد الهادي عنده واحد المرأة ثانية اسمها كذا وكذا. فكتبقى الملائكة تحتار كيفاش غيتنفذ هذا بغى يخطب. اش كيوقع؟ كتوقع بعض العوائق، اما ما تفاهموش في الصداق، اما ما تفاهموش في السكن، اما ما تفاهموش في شي قضيه، شي جزئيه من الجزئيات، وينفض ذلك الجمع. ما نتقلق، ما نحزن، ما نشد في قلبي، غنقول هذا قضاء وقدر في السماء. ملي غادي يجيب لك النصيب ديالك السي عبد الهادي راه غتشدك بالسلاسل، غتلقى راسك بانك الابواب مفتوحه والعائله مرحبا بك وكل شيء ميسر. وطلب الله تعالى السي عبد الهادي ان الله تعالى يختار لك من عنده. قل: يا ربي اني لا احسن الاختيار فاختار لي من عندك. يا ربي اني لا احسن التدبير فدبر لي امري من عندك. وربي سبحانه وتعالى لن يخدعك ولن يضيعك، غادي يعطيك الخير والبركه والتيسير. الله يكمل لك الرجاء. سي عبد الهادي ما دمت انت كتخرج زكاه مالك ما نخافش عليك. يقول لك العلماء: جوج الناس ما كنخافوش عليهم، غير خليه يسرح، راه محفوظ بحفظ الله وعنده الرعايه الربانيه. شكون هما؟ ذاك مرضي الوالدين اللي كيكون دائما يحترم والديه وكيقدر والديه، هذا لا تخاف عليه، غير خليه يسرح، راه محفوظ بحفظ الله. والنوع الثاني شكون هو؟ ذلك الذي يخرج زكاة ماله، ذاك المتصدق الذي يعطي، هذاك ما تخافش عليه لأن صدقته تحفظه. وانت السي عبد الهادي مرضي الوالدين وكتخرج زكاة مالك، حاشا وكلا أن ربي يضيعك. الله يكمل لك الرجاء، الله يختار لك من عنده، والله يرفع مقامك ويصلح شبابك ويرحم الوالد ديالك. اللهم آمين يا ربي يا كريم. غنتحولوا من سيدي قاسم إلى تيزنيت مع السي ميلود. السلام عليكم عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك عبد الحاج، العزيز علينا البرنامج ديالك بزاف. الله يرفع مقامك سيدي ميلود. خويا عبد الحاج، البرنامج ديالك عزيز عليا. غنقول لك هو الاول بزاف، عندي بزاف عزيز عليا انا والزوجه ديالي، ديما كنتصنتوا لك. الله يعزك اخويا ميلود، الله يعزك ويرفع مقامك. عارف بغيت اخويا عبد الحاج نقول لك عندي الزوجه ديالي عندها اخوها عزيز عليها ولا عليه التهمه ديال شي سرقه وهو ما دار والو. الله اكبر. كاع اخويا ما حاضر هذيك النهار، والله ما حاضر. الله اكبر. لاحوا عليه واحد التهمه وبقى فيه الحال حتى القرايه ديالو كيتعصب فيها، والزوجه ديالي بقات تعصبات مزيان مع هذيك التهمه ديالو. بغيت تعي معايا والليله جمعوا الداع عمي الحاج، اللي صنت يبان الظالم اللي دار الساك. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم السي ميلود، لا اله الا الله. الله يرحم لك الوالدين. الله يا ربي يا كريم. المستمعين الليله جمعوا يبان ذاك الظالم اللي دار الساك. لا اله الا الله. نطلب الله تعالى في هذه الساعه المباركه يا ربي يا كريم، ليله الجمعه اللي فيها ابواب السماء مفتحه. اللهم يا كريم يا ودود يا ودود، اللهم يا ربي اظهر براءه هذا الشاب، اللهم اظهر براءته كما اظهرت براءه سيدنا يوسف عليه السلام. الان حصحص الحق، الان حصحص الحق، الان حصحص الحق. اللهم يا ربي يا كريم اظهر براءته كما أظهرت براءة سيدنا يوسف عليه السلام. اللهم آمين يا رب يا كريم، واجمع شمل العائلة وأكرمها. اللهم آمين يا رب. أخونا السي ميلود اللي شار هذه القضية ديال الباطل، والباطل ما أكثر مرارته، والباطل كان عبر التاريخ، لكن في عصرنا هذا الباطل ولا خطير جدا
وينتشر بسرعة انتشار النار في الهشيم، وذلك بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي وضعوها القائمين عليها باش تكون فيها فوائد، فيها تواصل بين الناس، فيها منافع، فيها مصالح، ولكن أصبحت الآن تتصيد أخطاء الآخرين وترمي الباطل هذا عندك. ما أكثر الناس الذين اتهموا بالباطل وكنلقاوهم على صفحات الانترنت، غير صور أرمي وكتب تعليق اللي هو باطل وينتشر بين الناس، جاك سبت صافي كيبدا ينتشر بواحد الطريقة اللي هي بارطاجي، كيعود الباطل التهمة لابسة مولاها. وهذا الله يحفظنا وإياكم عنده عقوبة عظيمة. ربنا عز وجل يقول لنا في كتابه العزيز: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال لنا: يا أيها المؤمنون، يا أيتها المؤمنات، إن جاءكم فاسق بنبأ، واحد الإنسان جاب لكم واحد نبأ. حنا كنسمعوا كلمة نبأ، حنا كنسمعوا وكالة الأنباء ووزارة الأنباء. كلمة نبأ مذكورة في كتاب الله تعالى قبل الإعلام والصحافة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتتبثوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ندم عظيم، وهو أن الذي ينشر الخبر اللي في سوء بين الناس ويؤذي الآخرين الله عز وجل يعاقبه بفضيحة أكبر منها، والعياذ بالله، فضيحة أكبر منها، فيصبح من النادمين. فالإنسان اللسان ديالو يوظفه، والوسائل التقنية اللي عنده يوظفها في الخير. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. الحاجة اللي غنوظفها تكون في الخير، تكون في البناء لا في التدمير، تكون في الجمع لا في التفريق، تكون في الخير لا في الشر. أسأل الله الكريم أخي ميلود أن يظهر براءة هذا الشاب، وأن يرفع عنه هذا الباطل، وأن يعوضه خيرا في القريب العاجل، وأن يسعد زوجتك، وأن يكرمكما بكرمه وجوده. اللهم آمين يا ربي يا كريم. غنتحولوا من تيزنيت إلى أكاذير مع لاله بشرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرحانة اليوم حيت هدرت معاك، الحمد لله البرنامج تاعك زوين بزاف. مرحبا لاله بشرى. أنا عندي واحد السؤال، كنمشي للجامع كنتلقى الحزب ديالي وكيبدا الحزب ديالو، واش نكمل الحزب ديالي ولا نتبع معاه؟ في القراءة الجماعية؟ أيه. نعم السؤال مزيان واخا لاله. وبغيتك تدعم معايا، الله يجمع بيني وبين واحد ولد الناس، والله يسر على جميع بنات المسلمين كاملين. اللهم امين يا ربي يا كريم لاله بشرى. الله يكمل لك الرجاء بنتي يا ربي. ما طلبت الا الخير. بنت الناس كطلب الله تعالى يجيب لها ولد الناس اللي تعيش معه في موده ورحمه ويكون من اهل الايمان. لاله بشرى ما نخافش عليك، ما دمت انت من رواد المساجد وما دمت انت من اهل القران ما نخافش عليك نهائيا، لان الله عز وجل تكفل برواد المساجد وبأهل القرآن بأن يحفظهم ويكرمهم ويزيدهم من فضله. لاله بشرى أنت كتقرأي القرآن الكريم، كتقرأي الورد، وهذه وصية لنا جميعا أيها الأحبة الكرام. لماذا سموا العلماء الورد؟ الورد كتورد منه، كنقولوا البهيمة ترد من النهر. ذاك الورد معناه واحد السقي. راه شحال واحد منا عطشان عنده مشاكل وعنده أمراض نفسية وعنده هموم كبيرة، العلاج فقط في الورد اليومي. الورد كيكون إما قرآن عظيم وإما كيكون أذكار كيقول العبد المؤمن، كتسمى الأوراد والأذكار، ولكن أعظمها هو القرآن الكريم لأنه كلام رب العالمين. ملي كنقرأ الورد القرآني، علاش العلماء قسموه؟ القرآن الكريم فيه 114 سورة، فيه جزئين، الجزء المكي ما نزل بمكة المكرمة، والجزء المدني ما نزل بالمدينة المشرفة. والعلماء قسموا تلك السور بين المفصل وغادي إلى الأصغر حتى وصلوا إلى الخاتمة اللي هي المعوذتين. ووضعوا في القرآن الكريم قسموه إلى أحزاب، والأحزاب قسموها إلى منتصفات، والنصف إلى ربع، والربع إلى ثمن. لماذا؟
حتى يسهل على القارئ يحافظ على الترتيب ديال الورد اليومي. وهذا الورد فيه واحد البركة عظيمة يخلي الإنسان أنه مشافى من الأمراض والأسقام، لأنه حصن حصين. ومجرد أنك تحمل المصحف بين يديك شفاء، مجرد أن تنظر في صفحة القرآن شفاء. أما إذا كنت تحفظه عن ظهر قلب في صدرك فأنت نبي، غير أنه لا يوحى إليك، لأن حملة القرآن هم أنبياء غير أنهم لا يوحى إليهم من يحمله في صدره. فهنيئا لك لاله بشرى بهذا العمل المبارك. غير بنتي قضية القراءة، راه عندنا القراءة اللي كتكون متأنية اللي فيها تأمل وفيها تدبر، وعندنا القراءة اللي هي المسترسلة. جميل تكون عندي قراءتين، قراءة اللي هي مسترسلة كنقرا بسرعة باش نختم الورد ديالي، هذا للتبرك وللحفظ وللإتقان ديال الأداء ديال يرسخ في الذهن. القراءة الثانية كتكون قراءة كتكون هادئة وكتكون ربما صامتة وكيكون فيها تأمل وتدبر، لقول الله تعالى لعلهم يتفكرون ولعلهم يتدبرون. فجميل تكون عندك قراءات متعددة. انت عندك الورد ديالك اليومي، مشيتي للجامع لقيتيهم كيقراو الحزب، واش تقري حزبك انت ولا حزبهم هما؟ لا، جميل انك تقري من الحزب ديالهم او تسمعي ليه، لان احنا في بلادنا هذه خاصة في المغرب. جميع بلاد العالم ما عندهمش هذه الخاصية، القراءة الجماعية في المساجد، ما يسمى بالقراءة الجماعية، ولو أن البعض ينكرها ولو أن البعض يعيبها، ولكن هي فيها واحد الفضل عظيم وكريم. هي سبب في تثبيت القرآن الكريم في ربوع المملكة الشريفة، بل هي حصن حصين. في بلادنا الحمد لله عندنا ما يزيد عن 50,000 مسجد بالإحصاء الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حوالي 50,000 مسجد. وهذه المساجد جميعا يلزم إلزاما أن تقرأ الورد القرآني في الصباح والمساء عند الفجر وعند غروب الشمس، بمعنى عندنا 50,000 ختمة قرآنية كل شهر. هذا البلد الأمين فيه 50,000 ختمة قرآنية، ما كايناش حتى في بلاد آخر، لا في تركيا ولا في اليمن ولا حتى في العربية السعودية، ما كايناش إلا في المغرب وحده. هذه فيها بركة عظيمة، لأن اللي وضعوا هذا الترتيب ديال حفظ القرآن الكريم والتلاوة ديالو في المساجد كان عندهم أهداف نبيلة. أولا باش يخليوا الناس يحافظوا على الورد القرآني، حتى الواحد في الدار ديالك يقول دابا نقرأ، دابا نعاود نقرأ، وكيبقى بلا قراية. كاين اللي كيدوز شهر شهرين ولا يمس المصحف، ولكن ملي كيواظب على الورد القرآني في القراءة الجماعية كيعود ضابط نفسه، خصو يكمل في الشهر على الأقل يختم الختمة. وهذه الطريقة كتساعد على ترسيخ حفظ القرآن الكريم في الذهن، وهذه الطريقة كتخلي الإنسان كيصبر. ديك الجلسة ديالو فيها بركة، هذيك الجلسة في الجامع أمام الفقيه ودوك الحزابة كيقراو القرآن الكريم، هذيك راه شفاء. أعظم مصحة نفسية رأيتها بعيني هي ديك الجلسة ديال الجامع لما الفقيه كيقرأ وحدا الشباب والأطفال والشيوخ يحفظون من كتاب الله يقرؤون. هذيك أعظم جلسة نفسية كتعالج، سبحانك يا جليل، وعاد فيها أجر وثواب عظيم. فهنيئا لك يا بشرى، مزيان تقري الورد مع الجماعة أو تسمعي لهم، ومن اللي ساليو كملي الورد ديالك إن شاء الله تعالى وكل خير. الله يتقبل منك لاله بشرى. وهذه دعوة لجميع السادة المستمعين والمستمعات أننا يكون عندنا الورد القرآني، لأن الناس بعض الناس يقرؤون القرآن الكريم فقط في رمضان، وحينما ينتهي رمضان يطوون المصحف ويضعونه في الرف، وهذا لا يليق. الإنسان لابد أنه في هذا الشهر المبارك وفي كل شهر آخر يبقى مع القرآن الكريم، لأن كتاب الله عز وجل فيه أجر وثواب كبير. إلا قريته في البيت يكون حصن حصين للبيت، وإلا قريته مع العائلة كيكون حصن حصين للعائلة جمعاء، ولا قرينا في البلاد راه كتكون البلاد كلها الحمد لله محمية. لا حنا لاش بلادنا المغرب كيقول هو الاستثناء المغربي، واش لأن حنا عندنا مخابرات قوية؟ واش حنا لأننا عندنا أجهزة أمنية اللي هي شديدة؟ واش حنا عندنا سلطة محلية متمكنة؟ نعم هادشي كله كاين، ولكن فوق منه عندنا كتاب الله
يتلى في كل مكان. ورحم الله تعالى الملك الراحل الحسن الثاني لما كان في إحدى الحوارات مع جريدة فرنسية تسمى لو فيغارو، وكان سولوه واحد الصحفي قال له يا جلالة الملك، قال لي انت كتخرج من خارج ارض الوطن، واش ما كتخافش انك ملي تخرج توقع مثلا شي انفلات امني في البلد، او يوقع شي اضطراب، او يوقع شي بلبله، او يوقع شي انقلاب؟ قال لي لا ما كنخافش. وقال لي اسباب، وملي سال قال لي لان المغرب مربع. قال لي المغرب مربع. الناس اللي كانوا حاضرين ما فهموهاش، حتى مشاو وجا واحد من المقربين اليه قال له سيدنا قلت للصحفي المغرب مربع. هذا مولاي احمد العلوي اللي كان قريبا منه. قال له شنو هو مربع؟ راه كيتسالوا، بغيت نجاوبهم. قال لي المغرب مربع لان في جميع ربوع المملكه الشريفه هناك كتاب الله يتلى في المساجد وفي دور القرآن وفي كل مكان. ما دام القرآن الكريم يتلى راه البلاد محمية، حتى واحد ما يقرب لها، محمية في سمائها وفي أرضها وجبالها وبحارها وشعبها وجميع رجالتها. الله يحفظ بلادنا ويحفظ بيوتنا ويحفظ أولادنا ويحفظنا أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا، ويحفظنا حفظا تاما ببركة القرآن الكريم كتاب الله تعالى. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا رب العالمين اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا وارفعنا إلى أعلى مقام. اللهم اغننا بفضلك إنك أنت العزيز الكريم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم، إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن لك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك.
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا رب يا كريم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم يا أكرم الأكرمين نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الصدر، اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم يا رحمن يا رحيم أكرمنا بكرمك وجد علينا بجودك. نسألك اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وأنفسا مطمئنة. اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.